عليكم. راح نحكي اليوم عن مشكلة التنشيف. اجتني كتير اسئلة عليها، راح ارجع اشرحها مع العلم انه انا شارحها كتير في قناتي على اليوتيوب. فهلا راح اشرحها، شوفوها معي بالتفصيل. اللي بيلزمنا خرقة مثل هاي عشان ما نعبي الدنيا مي، تمام، وتشط مثل ما يكون شايفين. فانا هي فكيتها شوي لاني عم بصور في ايد، تمام. هي مجرد انه هي لهم من هون ضفر من هون ضفر، اغلب الغسالات هيك، تمام. في بقالة للظفر بينزل واحد هاي البلاستيكة فبيطلع عنا خرطوم. في بعض الغسالات ما فيهم خرطوم، تمام، وفي بعض الغسالات فيهم خرطوم مثل هاي. طبعا الحديثات نوعا ما بيكون لهم خرطوم. هاي مشكلة الصدى هاي اللي موجودة هون، هذا بده هيك احط في المشحيف، بعدين ترجع تنبخ ويمشي الحال. بس انتو اذا ما بدكم تاخدوا قطعة مستعملة، ديروا بالكم هذا الموضوع. يعني بتكون هي مثل ما بقولوا يعني كتير يأكل عليها الزمن وشرب مثل ما بقولوا. بس شغالة بتشتغل يعني، بس ما بدكم تنتبهوا لما تفرط معكم. إذا فرطت معكم هي بتعود بتصير كلها للكب. المهم، هلا حاليا رح هي المضخة هون، تمام. المضخة هون إذا نحن برمناها باتجاه اليسار هيك بنفتح. هي لما بنفتح بتنزل مي. اذا نزلت ما رح تعبي الدنيا. فهذا الخرطوم هي شغلته مشان نحن ما دام نعبي الدنيا مي. شوف والله بنشيل هاي، ما دام نعبي الدنيا مي في هالحالة ايش بنعمل؟ بنجيب هذا الفراغ، تمام، جبنا فراغ عنا وبنعمل هيك بنفضيه. شفتوا ايش عم ينزل منه؟ عم بينزل منه مي وسخان مثل ما انتم شايفين. هاي المي ضروري نحن اول ما نعمل اي شي نصفيها. اذا ما صفيناها من المي فبهالحالة شو بيصير؟ المي هي كلها بتنزل، يعني بتنزل على الواحد بتعبي له المطبخ مي. طبعا والله ما فيها كتير، مثل ما انكم شايفين ما فيها كتير، ما فيها كتير ابدا. بالعادة بتنزل مي اكتر من هيك. هلا في مشكلة اللي هي مشكلة الترسبات. هي مشكلة الترسبات هاي حلها شغلة اللي هي الواحد ينظفها في منظفات خاصة. كمان انا شارح عليها في قناتي على اليوتيوب، فيكن شو ترجعوا له. لما بتنظفوا الغسالة في هاي المنظفات اللي بقولكم عليها، بترجع الغسالة أختها الجديدة. يعني شلون بترجع أختها الجديدة؟ يعني بينضف الحوض. لما بينضف الحوض في هالحالة شو بيصير؟ بتصير بتنظف أكتر. شوفوا هذا اللي طلع منه، هذا الحوض كتير وسيخ. طبعا طلعوا شو طلع. ف هلا بنفتحها. هلا في بعض الغسالات ما بتنفتح، ما بتفتن معكم. بتجيبوا هاي البانسة بتحطوها هيك، تمام، فتلت. شوفوها صارت ينزل مي. مع ذلك شوفوا قديش صفيناها، بس مع ذلك عم تنقط، عم بتنزل مي. مع ذلك عم تنقط مي. بنحاول نحن قدر الاستطاعة انه ما نعبي المطبخ مي، لاني كمية المي رح تنزل ممكن تكون كتير 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 كبيرة. فبهالحالة هاي بتعبي المطبخ مي. رح اورجيكم نقطة. في سألوني بعض الاشخاص انه نحن من بعد ما عم نفتح هاي وننظفها ما بنلاقي فيها شي ومع ذلك ما عم بتنشف. بتكون هلا انا بورجيكم هلا النقطة. شوفوا كيف اللي شوفوا الوسخ، هذا الوسخ هاد شايفين. بالعادة بيكون هون مو بس هيك وسخ، هيك بيكون في آه، مصرات او شو اسمه، مصرات او رباع او نصاص بيكونوا شو موجودين. شوفوا شايفين ما نظفها نظفها. ايه. ففي بعض شوفوا هلا هون واحد بيحط ايده جوا. شوفوا في جوا، شايفين في جوا مثل عنفة. شايفين هاي العنفة؟ هاي العنفة بتدور. لما بتدور بتسحب المي من فوق
وبتطالع من هون من هالثقب هذا. فهذا الثقب احيانا بيكون مسدود، تمام، فما بتنض ما بتركب مي بسبب الاوساخ. في عنا نقطة تانية اللي هي المهم، هي العنفة هي، شايفين هي العنفة هي المروحة هي الجوا، هي المروحة هي لازم شو تكون عم تدور. إذا دارت هي المروحة اللي جوا معناتها الأمور بخير، إذا ما دارت معناتها المضخة بدها غيار. طبعا من بعد ما نحطها على وضعية السكمة، بس حطيناها على وضعية السكمة بنطالع العنفة هون إذا شغالة ولا لأ. إذا كانت شغالة معناتها الأمور بخير، إذا كانت ما شغالة معناتها المضخة بدها غيار. يعني في بعض الناس بيقولوا لي يا أخي نحن تأكدنا إنه هي نظيفة ما في شيء على القانون ودورنا العنفة هي هون دارت في إصبعتنا، بس مع ذلك اكتشفنا إنه هي ما عم بتنشف. فبتكون هي ما عم بتنشف، يا اما المشكله من المضخه نفسها ذات نفسها، يا اما المشكله من البورد الكهربائي، البورد اللي موجود هون فكته بسيطه، مجرد واحد يفك الغطاء الفوقاني اللي هو هذا برغي المعجنه من ورا صايرين، وفي من هون برغي من هون وبرغي من هون. وهي السحابه طبعا بتنشال، السحابه بتنشال من هون بعد ما نضغط ايدنا هون على هاي الزرقاء، هي نضغط لتحت تسحب السحابه. في بعض الغسالات تقولون برغي هون وبرغي هون او برغي هون مع الزاوية، بتطلع الشوفة كلياتها. بس طلعت الشوفة كلياتها وراها بيكون بورد، البورد بيكون فيه اشكال بده حصرا يتصلح عند فني بيمشي الحال هيك ان شاء الله. تبقى البورد بترجع تركبوها بيمشي الحال ان شاء الله. بس مشكلة التنشيف هي سببها هي المضخة.